السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا جاية وجايبه لكم الوافل بطريقة سهلة وجميلة وبمكونات بسيطة جدا وامكانيات ابسط من الخيال. النتيجة بتاعته روعة، جربوه. مش هتندموا، حاجة حلوة جديدة في البيت. بس اهم حاجة يكون عندنا القالب اللي انا هقوله لكم دوت، او اللي عنده الماكينة يشتغل بيها. هنبدأ في وصفتنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنا كوبايتين الا ربع دقيق والربع نشا، تمام، ورشة ملح ومعلقة بيكنج باودر، ومعايا بيضتين، ومعايا فانيليا سايلة او فانيليا باودر اللي يريحك، ومعايا نص كوباية زيت او زيت على سمن، برضو ده ليكي فيه حرية الاختيار. وهنا معايا كوباية لبن على مية، يعني الكوباية تكون فيها لبن ومية، 3/4 لبن وربع مية، نص لبن نص مية. هندمج البيض مع الفانيليا زي ما احنا عارفين مع معلقتين السكر ونضربهم كويس جدا بالويسك. وبعد كده هو ننزل بالزيت، وبعد كده ننزل باللبن، وبعد كده ننزل بالمكونات الجافة لحد ما يكون معانا عجينة لينة زي عجينة الكريب او البانكيك اللي انتوا عارفينه. يعني ما تقدريش تحطي الدقيق كده على طول. النهاردة انا هشتغل بقالب السيليكون دوت، بسيط ورخيص جدا جدا. بس الصراحة بعد ما عملت لازم اشتري واحد تاني ان شاء الله. المقادير دي عملت لي، يعني بص، هو القالب فيه 4 خانات، عملت لي 6. يعني عملت لي مرة، يعني مرة مليت القالب ومرة تاني حطيت 2. اضطريت طبعا استنى. وهنا هو جبت كب فنجان صغير كده وقعدت املى. عايزة اقول لكم اول مرة والله اعمله في البيت، اول مرة. كانوا الولاد عايزين حاجة حلوة كده، ولقيت المكونات عندي والقالب ده عندي بقاله اكتر من 2 3 وما استعملتوش. قلت طب والله ما انا عاملة ايه الوافل ده في البيت واشوف ايه الحكاية يعني بتاعت الوافل ده. وكنت الصراحة اول مرة ادوقه، دقته مرة من بره ما عجبنيش خالص، وكانت زفرة البيت باينة فيه قوي. خدنا الكلام واقول لكم ان احنا دهنا وعبينا اهوت، وبصوا بسم الله ما شاء الله. وطبعا لازم بيخش في فرن سخن درجة 180، وحطيناه في صينية. لازم تحطيه في صينية عشان يسند القالب السيليكون دوت. ما ينفعش ان انت تحطي وتشيليه كده، هيطلع منك يعني مش متساوي ومش حلو. حتى انا الاول حطيته في صينيه طلعت ضيقه شويه، رجعت اضطريت احط القالب في صينيه اكبر عشان اعرف اتحكم فيه واشيله كويس. دخلته على فرن سخن، واول ما طلع بنطلعيه بمنتهى السهوله، وترجعي تعبي المقدار اللي فاضل تاني. والتزويق دوت بقى انت ليكي فيه حريه الاختيار. انا هنا كان عندي مربى فراوله وعندي صوص شوكولاته زوقت بيه. انت عندك فاكهه حطي بقى موز تفاح كيوي. انا اللي عندي كان في البيت ومتوفر، يعني قمت كده واجتهدت وشفت انا عندي ايه وايه اللي يعني يظبط معايا اعمل ايه. قلت والله اعمل وافل، وعندي المربى وعندي شوية فراولة وعندي صوص شوكولاتة، ورحت قايمة شغالة. وكانت النتيجة فعلا بجد روعة. عايزة تزوقيه بشوية سكر بودرة، طعمه حلو جدا. وصفة سهلة قوي قوي قوي، وصفة هتبسطك. حاجة حلوة عملناها في البيت بمكونات بسيطة قوي. ما كلفتناش حاجة، يعني البيضتين وشوية لبن صغيرين وشوية الزيت والدقيق وخلص على كده. وكان الله بالسر العليم والحمد لله. واقول لكم ايه، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. وممكن كمان دوت نعمله في يوم بعد الفطار، ما بياخدش وقت خالص. هيبقى برضو حاجة جديدة لينا. و... وجربوا وشوفوا وقولوا. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني ان شاء الله في احلى الوصفات في مطبخ لونا جولد. واللي لسه ما عملتليش لايك ولا اشتراك في قناتي، يلا اوام اعملي لايك واشتراك، خلي الفيديو يترفع وخلي اكتر ناس تشوفه. واللهم بلغنا رمضان كلنا لا فاقدين ولا مفقودين.